بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده عن الاستزراع السمكي، ايه الفرق ما بين دلوقتي وما بين زمان. طبعا التطور والتكنولوجيا خلت كل المجالات تبقى مجديه بشكل اكبر، يبقى انتاجها اعلى بسبب الطفره اللي حصلت في الاعلاف او في نظم التهويه او ان دلوقتي بقيت اقدر ازرع في اي مكان. كان الاول لا، كان الاول اول ما زرعنا سمك، الكلام ده من 25 سنه ولا اكتر ولا 30 سنه فاتوا، كان الهرمون لسه نازل مصر جديد، ما كانتش الناس لسه عارفاه. كانت الناس بتزرع السمك النيلي وبتعمل فرز يدوي عشان تقدر تخليه وحيد جنس من غير هرمون. فطبعا الموضوع كان متعب، كان الانتاج او المحصول من الفدان قليل جدا، ولكن كان كل حاجه طبعا رخيصه اكيد، بس كان الانتاج قليل جدا، حتى مش في المجال السمك بس، في الدواجن وفي المواشي وفي المحاصيل وكل شيء. يعني ارداب القمح زمان، فدان القمح زمان ما كانش بيجيب اردابين ثلاثه، النهارده ممكن يجيب 30 ارداب. وهكذا السمك، التطور والتكنولوجيا والطفره في الاعلاف والطفره في الزريعه والطفره في الاداره والطفره في التهويه خلت انتاج السمك يبقى اعلى بكتير بكتير جدا 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 من زمان. وده طبعا اكيد حقق هامش ربح اكبر. علشان النهارده مثلا، انا النهارده مثلا لو اتكلمنا عن زمان ودلوقتي، احنا ايام زمان ما كانش فيه مشمعات تبطين وكانت خاماتها مش كويسه. فالنهارده عندنا النهارده مشمع درجه كفاءته النهارده مثلا ب 10 سنين. ده لما يكون سوء اداره كمان، لو يحط لنا مليان ميه على طول وانا محافظ على مشمعي ممكن يقعد بال 20 سنه واكتر. فانا النهارده اقدر ازرع اي مكان في اي مكان في اي مزرعه، اقدر ازرعه سمك. احواض تخزين الميه بقت دلوقتي متاحه خالص انها تبقى سمك في اي وقت. اي حد يعمل حوض ميه، حوض تخزين، اقدر اعمله سمك. اي ارض النهارده اقدر اعالجها واخليها تشتغل سمك حتى لو هي سيئه جدا. ايام زمان يمكن الطفره دي ما كانتش موجوده. دخول الكهرباء الاماكن، اغلب الاماكن خلالي في وفره في الانتاج، ان انا بقدر اركب بدلات فاعلي الكثافات فانتج اكتر من الفدان. كل دي بتصب في مصلحه المزارع. لو احنا اتكلمنا عن زمان واتكلمنا عن دلوقتي، انا النهارده الفدان زمان كان ممكن يجيب له 600 700 كيلو، النهارده الفدان ممكن يجيب 10 طن 12 طن على حسب التهويه. ده الكلام ده في الاستزراع العادي. في الاستزراع المكثف يجيب اضعاف الكلام ده. بس طبعا احنا عارفين ان التكنولوجيا اهم حاجه فيه، ان انا ادوب هواء بكميات كبيره وادوب اكسجين بكميات كبيره علشان اقدر اكفي الكميات الكبيره من الاطنان الاسماك اللي في قلب الحوض. لو انا قدرت اوفر دول اقدر انتج اللي هو اقدر انتج من مساحه صغيره كميات كبيره. بس مش بس عشان برضه عشان الكلام ده ما ايه ما طبقش على ناس بتقول ان ممكن تبقى المساحه صغيره جدا وتجيب اطنان. لازم تقيس الكلام على دماغك، هل المساحه دي فعلا تشيل الكلام ده ولا لا؟ بدماغك انت، حتى لو انت مش عارف حاجه في السمك، لو انت لسه جاهل في السمك او انت لسه راجل اساسا في السمك وما انتش عارف، ما تخليش حد يضحك عليه. ما فيش واحد يقول لي ايه ده حوض 2 في 2 ممكن يجيب طن سمك. طن سمك ازاي؟ يعني انا لو حطيت طن سمك اساسا ده ميت في قلب المكان ده ما ياخدوش. في بعض الناس بتتصل بيا تقول لي هو المساحه كذا ممكن تجيب كذا. انت قبل ما تتصل بيا قيسه على عقلك، هل الكميه دي، الحيز ده، هات الكتله دي تنفع تعيش في المكان ده؟ لا، انا عن نفسي وانا ما مش خبير في السمك، لا ده ما تقبلش بقى، اذا هي ما تقبلش. ده امر طبيعي. حيز قليل كتله كتيره اكيد مش هتقدر تعيش فيه. فانت النهارده الطفره اللي حصلت في التهويه وفي الاعلاف وفي الزريعه وفي المجالات كلها وفي تغيير الميه وكل شيء دلوقتي بقى متاح بالنسبه لك ان انت تنتج كميات كبيره جدا من اقل مساحات، واكيد ده وفر هامش ربح اكبر.